الله يسعد مساكم شباب. اليوم كنت رايح اخطب بنت. المهم رحنا نخطب انا وربعي، خذيت ربعي مثل ما يروحون الشباب وكذا، وتعال نخطب. المهم وكنا تعال نتحاكى انا وابو البنت على حفلة الشامي. شفت الفيديوهات وما شفت الفيديوهات. المهم البنت فاتت علينا، المهم ضيفتنا القهوة. بعد ما ضيفتنا القهوة قالت سمعتكم تحكون على الفيديوهات الشامي. والله انا كنت بالحفلة. لما قالت لي انا كنت بالحفلة انا بلشت اضحك وربعي بلشوا يضحكون. المهم قال لي ليش تضحكون كذا يا ابو البنت؟ قلت له والله يا عم اني ما يناسبني اني اتجوز الصراحه. كنت جايين نخطب رسمي وانت عندك علم. بس اني بنت راحت على حفله الشامي ما يناسبني قولا واحدا. قال ها نحن ما ادري شنو. قلت له خيو ما بنصيب وكسبنا شوفتك الطيبه خيو والسلام عليكم. قال خيو يد صابعك مو كلها مثل بعضها. قلت له اني اصابعي ولا يدي ولا اي شيء. اني بنت راحت على حفله الشامي ما عاد يناسبني، وفهمك كفاية وانت تعرف ايش صار بحفلة الشامي، ويعطيك العافية وبس. الأب بطل يعرف شو يريد يسوي. المهم قام يريد يضبط الموضوع. المهم لذلك نصيحتي لكم كل شيء من راحت على حفلة الشامي انسم الفكرة ولا تتجوزون. وقررت اني اظل عزابي احسن لي. صار عمري 30 سنة عزابي مكمل بقية العمر عزابي. وين المشكلة؟ شيء اللي اقول لك دير بالكم تروحون تتجوزون بنت راحت على حفلة الشامي. فهمكم كفاية. وتحياتي لكم أصدقائي ودمتم سالمين والسلام والختام.